بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا بكم في درس جديد من دروس البرمجة. اليوم سأجيب عن سؤال لأحد المتابعين والمشتركين معي في القناة. طلب الكود الخاص برسم دائرة بداخل دائرة. بإذن الله اليوم سنشرح رسم الدائرة وكيف يمكن رسم أكثر من دائرة بأحجام مختلفة، وكيف نرسم دائرة بداخل دائرة. طبعا الكود سهل وبسيط وصغير. ننتقل إلى الشرح. نرى أمامنا دائرة وعلى محيطها خطوط متقطعة، وفي الأسفل هناك لبنتي تحرك واستدر. إذن اللبنتين الخاصتين برسم الدائرة وأهم لبنتين هما لبنة تحرك ولبنة استدر. لبنة تحرك تمثل الخطوات والخطوط المتقطعة على محيط الدائرة. أما بالنسبة إلى استدر تمثل درجات الدائرة. إذا جمعناها سنحصل على 360 درجة بناء على الرسم حولها. كيف يتم ذلك؟ طبعا فقط باستخدام كلا اللبنتين ونضعها في الكود الخاص بها داخل لبنة التكرار. الآن نرى أن هناك دوائر بأحجام مختلفة. كيف يمكن استخدام نفس اللبنتين والتحكم برسم هذه الأحجام؟ سيتم التغيير فقط على لبنة تحرك. إذا تم تغيير القيمة الخاصة بتحرك بعدد الخطوات على محيط الدائرة يتم تغيير حجم الدائرة. ونحن نلاحظ أن تحرك واحد في الدائرة الصغيرة وثبتت معها لبنة استدر بقيمة 1 درجة واحدة فقط. إذا أردنا أن نرسم دائرة أكبر منها يتم التحكم فقط بلبنة تحرك ونضيف 2 مثلا فتكبر. وإذا أردنا أن يتم تكبيرها أكبر بقليل يمكن زيادة 2 إلى 2.2، 5/10، 7/10، أو نقول تحرك 3 ونرى الحجم، هل هو الحجم المراد أو المطلوب منا أم لا. إذا يتم التحكم بحجم أي دائرة بتغيير الرقم الخاص بعدد الخطوات ضمن لبنة التحرك. سنشرح الآن كيف يتم كتابة هذا الكود. هذا الكود أمامنا لدائرة بداخل دائرة. لننفذ ثم نشرح خطوة بخطوة كيف تمت كتابة هذا الكود. الآن كائن الكرة الصغير يقوم برسم الدائرة من نقطة بداية على محيط الدائرة، يقوم بالتحرك 360 درجة، ثم ينتقل بعد ذلك هذا الكائن إلى نقطة أخرى ويبدأ برسم دائرة أكبر أيضا بقيمة درجات 360 درجة. كيف يتم كتابة هذا الكود؟ نقوم في البداية بإدراج أحد الكائنات، لنقل هذا مثلا. نقوم بإدراج لبنة عند النقر. نقوم بإدراج لبنة امسح عند النقر. نرى عند النقر مرتين، نرى أن الشكل السابق الذي كان الآن اختفى تماما. أولا سنقوم بتصغير هذا الكائن الجديد قدر ما نستطيع. ها هو الكائن تم تصغيره. نبدأ الآن بتحديد نقطة بداية الرسم لهذا الكائن. لنقل مثلا بالذهاب إلى قائمة الحركة نذهب إلى اذهب إلى النقطة س0 ص 50، ثم ننقر. هو الآن هي cx0 y 50. نقوم الآن بإعطاء بعض خصائص للدائرة التي سيتم رسمها، مثلا لونها أزرق وحجمها 5 على سبيل المثال.
بعد ذلك نقول للقلم انزل ليتم عند الحركة أو تنفيذ الكود التالي ليتم كتابته بالرسم مباشرة. نذهب إلى قائمة التحكم ونختار منها لبنة كرر. سيتم تكرار 360 درجة للبنات التالية، وهي لبنة تحرك بدائرة صغيرة عدد خطواتها 1، واستدر مع عقارب الساعة 1 أيضا. هذا الكود يقوم برسم دائرة فقط واحدة بحجم تحرك خطوة واحدة فقط. الآن ننفذ، والآن يرسم هذا الكائن هذه الدائرة. بعد الانتهاء يعود إلى نقطة الأصل. الآن نبدأ برسم الدائرة الكبرى التي ستكون خارج هذه الدائرة. هذه الدائرة ستكون بالداخل، وهناك دائرة ستكون عنها بالخارج. ماذا نقوم؟ نذهب إلى قائمة القلم، نطلب من هذا الكائن نطلب من هذا الكائن ارفع القلم، ثم نقول له اذهب إلى نقطة أخرى، وهي نقطة مثلا عندنا س 0 صاد 50، س 0 صاد 100 مثلا. ثم بعد ذلك نذهب إلى القلم. بعد الانتقال نطلب منه مرة أخرى أن ينزل القلم، ونعود ونكرر نفس خطوات رسم الدائرة، ولكن هذه الدائرة ستكون أكبر. من الذي يتحكم في أن تكون أكبر؟ لبنة تحرك، لنقل 2 مثلا، ونسحب لبنة استدر ونقول لها 1، ونرى ماذا سيحدث. نبدأ بالتنفيذ. يرسم الآن الدائرة الصغيرة 360 درجة، تنتهي، ثم ينتقل إلى النقطة التي حددناها 0 وصاد 100، 0 وصاد 100. والآن قام برسم الدائرة الكبيرة. نعود مرة أخرى تنفيذ، فهو يبدأ من النقطة س 0 صاد 50 برسم الدائرة، ثم بعد ذلك يقوم برسم الدائرة الكبيرة وينتهي. لننفذ الكود مرة أخرى. ذهب إلى النقطة 0 و50، تحرك 360 درجة، رسم الدائرة الأولى، انتقل إلى النقطة التالية وهي س 0 صاد 100، وبدأ برسم الدائرة الكبرى، فأصبح هناك دائرتين، دائرة بداخل دائرة، ومن ثم أعطته بس حركة بسيطة، وهي أن يرفع القلم هذا الكائن ويذهب إلى نقطة الأصل 0 و0، أو أن نذكره بأنه يعود إلى نفس النقطة، أو نحدد النقطة التي نريد أن يبدأ فيها مرة أخرى أو يتوقف عندها، وهي نقطة 0 و0. شكرا لكم، وأنا في انتظار أي سؤال أو استفسار لأي أكواد تريدون أن ننفذها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.